اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نعمة الصديق. النهارده ان شاء الله هنعمل مشروب القمر اللي قدامكم ده. طبعا ده البوظه المصري. خدوا بالكم ان ده مشروب مصري اسمه البوظه، غير البوظه السوري، عشان هما في السوريين بيقولوا على الايس كريم بوظه. هنكون معانا بقى ايه، نبدأ نقول بسم الله. وهيكون معانا كوباية من السكر، ومعاها كوباية من الدقيق، ونحط عليهم 3 كوبايات من المية. هنبدأ نقلبهم على بعض لحد ما يتجانسوا كويس جدا، ما يبقاش في اي تكتلات من الدقيق وكده. وبعد كده نبدأ نرفعهم على النار، ونفضل نقلب فيهم كويس قوي قوي لحد ما القوام بتاعي كده يتقل ويبقى سميك شوية. نبدأ نطفي بقى على النار، يعني ما يبقاش سائل، يعني هيبقى ايه، سميك. نبدأ نطفيه وايه ونشيله من النار خالص. طبعا بعد ما هنشيله من على النار هنسيبه لحد ما يبرد. احنا مش هنتعامل فيه وهو سخن، هنتعامل فيه بعد ما يبرد. هيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ بقى نجيب كوباية دافية من المية، دافية مش سخنة، ونحط عليها معلقة من الخميرة، وعليهم نفس المعلقة سكر. طبعا انا بعاير بالمعلقة الصغيرة، فاحط معلقتين من السكر. وابدا اقلبهم كويس جدا جدا. طبعا لو الخميره بتاعتي انا ضمناها مش هعمل لها اختبار واتعامل على طول. لو انا بقى شاكه فيها بسيبها ايه، بغطيها واسيبها ايه، اشوفها كده هتبدا تخمر ولا هتعمل ايه. المهم ايه، انا خلاص الخميره بتاعتي ايه قلبتها كويس قوي. هبدا احطها على الخليط بتاعي برضو، وافضل اقلب فيه كويس جدا لحد ما اتاكد ان هو مفيهوش اي تكتلات وتجانس مع بعضه. لو حسيتي ان في اي تكتلات تقدري تضربيه ضربه كده في الخلاط علشان يبقى يطلع حلو، يعني ما فيهوش اي حاجه او كلكعه من دي او كده. كده انا خلاص قلبته كويس قوي قوي. طبعا عشان هو هيزيد معايا في الخميره وكده، هبدا اجيب بوله واحطه فيها. طبعا انا بسيبه هو كده يعتبر ايه، خلاص هحطه بقى في بوله. بسيبه حوالي مثلا ساعتين، اقل حاجه ساعتين، عشان ابدا استخدمه. اغطيه واسيبه كده. طبعا احنا الجو بارد، فعشان كده ايه ساعتين ممكن اقل حاجه يعني. وممكن اسيبه ازيد. دلوقتي بحط عليه معلقه فانيليا كده، حبه فانيليا عشان تديله ريحه حلوه. وكمان عايزه اقول لكم حاجه، انا لو حسيت ان هو تقيل، لو انتوا يعني بتحبوه خفيف، تقدروا تزودوا شويه ميه بساط كده، يعني لحد ما تعملوه على القوام اللي انتوا عايزينه. انا حابه قوامه كده لاني باكله بالمعلقه. تمام، ادي بعد ساعتين اهو، شوفوا ما شاء الله، الله اكبر. يعني بقى حلو جدا، خلاص يعتبر كده خلص. ابدا بقى احطه في كوبايات، وممكن كمان احطه في اكياس واحطه في التلاجة. كنت اعمل كميات كبيره منه واحطه في الفريزر. لو ولادكم بيحبوه يعني، تعملوا منه كميات وتحطوه في الفريزر وتستخدموه، بيبقى حلو قوي. وتقدروا تحطوه في كوبايات كده وتحطوه في التلاجة عادي. طبعا انا مش عامله كميه كبيره، بس لما كوبايه الدقيق بتديني مثلا من الكوبايات اللي انتوا شايفينها دي حوالي 4 كوبايات او 5 تقريبا يعني. كده هو خلص اهو. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.